السلام عليكم ورحمة الله. بالأمس اهتز المغرب على زلزال عنيف وخطير بلغت قوته 6.8 درجة على سلم ريختر، وكان يعتبر أعنف زلزال في العالم من بين سلسلة الزلازل التي ضربت مختلف الدول في العالم كله. اليوم سوف نشاهد مخلفات هذا الزلزال، والناس التي تضررت والناس التي نجوت بفضل الله وكان عمرها لازال طويلا. تابعوا معي هذا الفيديو حتى النهاية، وسوف نشاهد أشياء أخرى بعد الفيديو. اوكي حبيبي، صافي هزة أرضية في مراكش. يا وخري منا من قلبي كنت جاي لحتى نقدم فرحة بتطال قلوب الكل ببلد التاني المغرب مع كل محبتي لإلكم، ولكن الظرف يلي صار أنا بدي أتأسف إنه إجينا تعليمات حفاظاً على أمننا كلنا إنه نوقف الحفل. بس أنا رح أقول رغم هيدا الشيء رح نمرق اليوم أغنية أنا بحبها وأنتم بتحبوها. كانت هذه هي المخلفات ديال الزلزال اللي وقع في المغرب بالأمس. الله يحفظنا ويحفظكم ويرحم جميع الضحايا اللي ماتوا. نتمنى منكم أعزائي المشاهدين تستمعوا وتحفظوا هذا الدعاء هذا ديال الزلزال، والله ينجينا وينجيكم ويحفظ وليداتنا جميعا. من فضلكم رددوا معي هذا الدعاء حتى لا يصيبكم أي مكروه أنتم وأولادكم وهذه الدولة السعيدة. هذا دعاء الزلزال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، نحن عبيدك نواصيك بيدك، ماضي فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظاهر منها وما بطن.
اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم. اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين. اللهم يا من بيدك تسهيل كل شديد، ومن بيده إنجاز الوعد والوعيد، وكل يوم هو في شأن وأمر جديد. أسألك يا الله أن تخرجني من الكرب والضيق لأوسع السبل والطريق، وأسألك أن تدفع عني ما لا أتحمل ولا أطيق. العلماء الآن خرجوا بتصريح مفاده أنه يلي حدوث زلزال كبير هزات ارتدادية أو توابعه، وتكون قوية عقب الزلزال الأول، وقد تستمر لأسابيع وربما لسنوات في بعض الحالات، فيما تبلغ قوة توابع الزلزال بداية من درجة أقل من قوة الزلزال الأول. فإذا بلغت شدة زلزال 7 درجات على مقياس ريختر، فإن العلماء يتوقعون حدوث هزة ارتدادية حالية بقوة تبلغ 6 درجات. سوف أشارك معكم الآن بعض الخطوات لتحمي نفسك وعائلتك من خطورة هذا الزلزال العنيف إذا ضرب للمرة الثانية أو الثالثة. نتمنى أن لا يحصل أي شيء من هذا ويحصل خير، لكن الاحتياط واجب. إذا كنت في المنزل ابقى في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج. أولا اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات. ثانيا ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران وأي شيء قد يسقط مثل أدوات الإضاءة أو الآتات. ثالثا إذا كنت في السرير فابقى في مكانك واحمي رأسك بوسادة. رابعا لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكد من أنها قوية وتستطيع التحمل. خامسا لا تستخدم المصاعد. اشتركوا في قناتنا على يوتيوب أو صفحتنا على فيسبوك ليصلكم كل جديد. وداعا يا أصدقاء، Peace and Love.